بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن ما من نفس إلا وقد كتب عليها الموت، وما من نفس إلا وقد كتب عليها الفناء من هذه الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان أي زائل وذاهب لا محالة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم عباد الله، لقد كتب على المخلوقات جميعا بالفناء، لقد كتب علينا الموت، فلا مفر ولا مهرب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا أمر مفروغ منه، وهذا أمر يقيني عباد الله. نرى من بجانبنا يتخطفه الموت، فذاك مات بحادث سيارة، وذاك مات بمرض، وذاك مات لكبر سن، وذاك مات بدون سبب. كل مات، لكن هناك أسباب، وكما قال الشاعر:
تعددت الأسباب والموت واحدا، بعد أن قال إن لم تمت بالسيف مت بغيره، وتعددت الأسباب والموت واحدا. والموت هو أمر لا مفر منه، كلنا سنسقى من ذلك الكأس. نعم عباد الله، كم سنعمر في هذه الحياة الدنيا؟ 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ثم بعد ذلك يأتي الموت. والعبرة عباد الله والمقصد عباد الله ليس هو الموت، فالموت الكل سيموت، الرئيس والمرؤوس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، المنافق والمخلص، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الشقي والسعيد، الأسود والأبيض، الغني والفقير، الكل سيموت، كل سيذوق ذلك الكأس، كل سيفنى. لكن العبرة والمقصد ماذا بعد الموت عباد الله؟ ماذا يكون بعد الموت؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا هو المقصد، وهنا هي العبرة عباد الله. ماذا بعد الموت؟ أين سنكون بعد الموت؟ وفي أي الفريقين؟ لأنه بعد الموت عباد الله حساب ولا عمل. لأنه بعد الموت عباد الله ينقسم الناس إلى فريقين: مؤمن وكافر، شقي وسعيد، خاسر وفائز، فالح ونادم وخاسر. نعم عباد الله، ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو العبرة عباد الله. أين سنكون نحن بعد الموت؟ هل سنكون من الفائزين ولنبشر بالفوز الحقيقي، أم نكون من الخاسرين والعياذ بالله؟ ولنعض على أيدينا على أيدينا من الندم، ولكن هيهات هيهات، لا ينفع ذلك الندم، وإنما يكون الخسران المبين والعياذ بالله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. في ذلك اليوم، يوم يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم الذي تكثر فيه الأغوال والشدائد حتى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم تضع رضيعها وتنسى رضيعها. هل يتصور أن يحصل هذا في الدنيا؟ كلا، لن يتصور أن امرأة عندها طفل ترضعه فبعد ذلك يحصل شدة فتترك ذلك الرضيع وتذهب وتنساه، لا يمكن ذلك. لكن في الآخرة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لشدة الأهوال ولشدة المصائب تحصل هذه الأمور. نعم عباد الله، في ذلك اليوم يأتي الله عز وجل ليفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا. في ذلك اليوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام
70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر، يأتون بها ليشاهدها العباد بأعيانهم. فعندما ترى الكفار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يشتد غيظها وتضرم نارها. عند ذلك يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد بعدما يقومون قياما طويلا، يوم كان مقداره 50,000 سنة. فعند ذلك يوضع الميزان ويؤتى بصحائف الأعمال. هنا يتبين الخاسر من الفائز، هنا يتبين الفائز من الخاسر، هنا يتبين الشقي من السعيد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما عملنا في هذه الحياة الدنيا من خير أو من شر صغير أو كبير كل ذلك سنشاهده في يوم القيامة وسنجازى عليه وسنوفى أجورنا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال الله عز وجل في آخر هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك أي لم يجد صالحا بل وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه لأنه خاسر. وأما الفائز فهو الذي وجد عملا صالحا وهو الذي ثقلت موازينه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ويقول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه غاوية
وما أدراك ما هي نار حامية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، ثم يقول الله عز وجل في الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي عباد الله، أن تأخذ كتابك بيمينك. هذا هو الفوز الحقيقي عباد الله، أن يرضى الله عنك. هذا هو الفوز الحقيقي عباد الله، أن ترد الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفوز الحقيقي عباد الله، أن تكون من أهل الجنة وأن تنجو من النار. ليس الفوز عباد الله بأن يكون عندك شهادة، ليس الفوز عباد الله بأن تكون عندك سيارة، ليس الفوز عباد الله بأن تملك بيتا فاخرا أو فارها، ليس الفوز عباد الله بأن تعمر في هذه الحياة الدنيا ويطول عمرك وأنت تلهو وتلعب ويكون عندك أموال كثيرة وأموال طائلة. لا، إنما الفوز عباد الله أن يقال لك ادخل الجنة، أن يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو الفوز الذي يجب علينا عباد الله أن نسعى لتحقيقه، أن نجد ونجتهد لنناله، أن نسعى ونعمل لنكون من أهل ذلك الفوز. فمن زحزح عن النار، أبعد عن النار، وأدخل الجنة، دار المتقين، دار عرضها السماوات والأرض، دار يكون فيها العبد قريب من الرحمن، دار يكون العبد فيها يرى العبد فيها ربه، دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار يكون فيها العبد أبد الآباد، دائما منعم، لا يبأس ولا ييأس ولا يحزن ولا يغرم ولا يموت، بل يبقى شابا فيها ويكون دائما منعما فيها إلى أبد الآباد. هذا الذي يجب علينا أن نسعى لنحققه. هذا هو الفوز عباد الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعد أن ذكر الله عز وجل وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو الفوز الحقيقي، أخبرنا الله عز وجل ألا نغتر بهذه الحياة الدنيا، وألا نكون ممن غره الشيطان وزينت له الحياة الدنيا فاغتر بزينتها ولخث وراءها ووراء متاعها. أخبرنا الله عز وجل أن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، متاع زائل. نعم عباد الله، هذه الحياة الدنيا
أوجدنا الله عز وجل فيها لنعمل، لنستعد للقائه، لنعمل ونجد ونجتهد لننال الفوز الحقيقي. خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لنعبرها لا لنسكنها، لنمر فيها لا لنستقر فيها. هل سمعنا بأن أحد من القرون الأولى مكث في هذه الحياة الدنيا إلى هذه الأيام؟ بقي إلى هذه الأيام؟ لا. هل سمعنا بأجدادنا هل أحد منهم بقي على هذه الحياة الدنيا، عمر إلى هذه الأيام واستمر؟ لا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وما كان لبشر من قبلك الخلد. يخاطب الله عز وجل أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما كان لبشر من قبلك الخلد، أي أنه لم يكن لأحد أن يخلد في هذه الحياة الدنيا. أفإن مت يا محمد فهم الخالدون. محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو أفضل الخلق. هل سيكون هناك من الخلق من سيعمر وسيخلد في هذه الحياة الدنيا؟ لا. لو كان أحد سيخلد لخلد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دل على أننا في هذه الحياة الدنيا في دار سفر عباد الله، في دار ممر ليست لنا. ولذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فجعل يقلب في البيت. دخل إلى بيت أبي ذر فجعل يقلب في بيت أبي ذر، فقال ذلك الرجل أبي ذر: أين متاعكم؟ لم يجد متاع في هذه الحياة الدنيا مثل يعني الفراش أو غيرها. قال: إن لنا بيتا سننتقل إليه. قال: لا بد لكم ما كنتم في هذه الدنيا، لا بد لكم من متاع، ما دمت في هذا الحدود لا بد لك من متاع. قال: إن صاحب الدار لا يدعنا، إن لنا بيتا نستعد له. ما ذلك البيت؟ هو القبر وما بعده. نعم عباد الله، إن لنا بيتا نستعد له. أو بما معنى كلامه رضي الله عنه قال له ذلك: ما زدتم في هذه الحدود لا بد لكم من متاع. قال: إن صاحب الدار لا يدعنا. من صاحب هذه الدار؟ إنه الله عز وجل لن يدعنا في هذه الحياة الدنيا. إذن فلا نغتر بالدنيا ولا بزينتها، بل نجعل الدنيا تحت أقدامنا ونجعلها أيضا في أيدينا، لا نجعلها تدخل في قلوبنا، فإن الكثير منا قد جعلها تدخل في قلبه. نعم عباد الله، صارت الدنيا في قلوبنا وصرنا نقدمها على الأعمال الصالحة، صرنا نقدمها على عبادة الله وعلى طاعة الله. صرنا إذا تزحم أمر الدنيا وأمر الآخرة قدمنا أمر الدنيا لأنها دخلت إلى قلوبنا، لأنها دخلت إلى قلوبنا، وهذا لا ينبغي لنا عباد الله، وهذا لا يجوز لنا، بل ينبغي ويجب علينا أن نرفض الدنيا. نعم، نتزود في هذه الحياة الدنيا لكي نتقوى على عبادة الله، لكي نعف أنفسنا ونعف من نعول، لكن لا ننهمك فيها، لا نجعل كل أوقاتنا في جمع حطام هذه الدنيا. نصبح ونمسي ونحن نفكر في الدنيا، كيف سنجمع المال ومن أين سيأتي المال، ولا نفكر في طاعة ولا نفكر في عبادة إلا القليل. ينبغي علينا أن نأخذ بنصيحة قوم قارون لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا.
ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، اجعل لك نصيب من الدنيا لكي تقتات، لكي تعف نفسك وتعف من تعول، واجعل نصيب الأكبر للآخرة. لكن نحن عكسنا هذه الآية فصرنا وكأن حالنا يقول ولا تنس نصيبك من الآخرة، اعمل للدنيا والآخرة. إن كان هناك وقت قرأنا القرآن، إن كان هناك وقت صلينا النافلة، إن كان هناك وقت ذكرنا الله عز وجل، وإن لم يكن وقت لا نقرأ القرآن. لربما يمر علينا الأيام والليالي ونحن لا نقرأ القرآن. هذا من الغفلة، هذا من الإعراض عن ذكر الله، هذا من التعلق بالدنيا ومن متاع الدنيا ومن الاغترار بالدنيا. فالله عباد الله في عدم الاغترار بهذه الحياة الدنيا والاستعداد للقاء الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وكلنا راحلون ومنتقلون وراجعون إلى الله عز وجل ومجزيون بأعمالنا. فالعاقل اللبيب هو من يسعى لخلاص نفسه، فالعاقل اللبيب هو من يسعى لأن يكون من الفائزين من الفالحين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وآوي شريدهم وأمن خائفهم. اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا. اللهم ارفع ما حل بهم من هذا البلاء. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين وجميع من ناصرهم وعاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يقتلوهم قتل عاد وإرم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين وألف بين قلوبهم ووحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وتوفنا مسلمين، اللهم وتوفنا مسلمين، اللهم وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.